أرمينيا. ده الريبابليك سكوير. المكان زي ما انتوا شايفين كده كلها مباني قديمة. هنا النافورة دي وده مبنى حكومي. كل دي مباني حكومية اللي حواليا دي، زي ما انتوا شايفين كلها حاجات قديمة وأثرية جدا جدا يعني. بصوا بقى العربيات اللي هناك دي اللي بتحجزوا معاها رحلات لو عايزين تطلعوا بقى معاها رحلات تروحوا أي أماكن سياحية هنا. فالعربيات دي ممكن تحجزوا معاها وتفاصلوا معاها. وإن شاء الله بكرة هطلع على رحلة كده، فخليكم معايا بإذن الله ونطلع على مكان جديد في أرمينيا. البلد والله هادية مش زحمة. الشوارع عاملة ازاي هناك، المترو ده اللي في وشي. والبلد بصوا يعني مفيش زحمة كبيرة أوي، هي إشارة وبس. بلد لطيفة بصراحة، وشعبها برضو لطيف جدا لحد دلوقتي. ده تقريبا يعني أنا مش عارف ده سوق ولا ده احتفالية. هو لو سوق فأنا يعني منظره غريب شوية. حاجة بقى ممكن زي بازار مثلا، مش عارف الحقيقة ده ايه، بس اعتقد هو حاجة زي بازار. هنا مبنى الأوبرا اللي في وشنا ده بيتعمل عنده حفلات بالليل. ان شاء الله هنبقى نيجي نبص برضو هنا نشوف الأجواء ايه بالليل. ولكن هي دلوقتي بالنهار اهي برضو في ناس، في زي خيم اهي، في ناس تقريبا بتبيع حاجات هنا. كان هنا النهارده تاني يوم اجازة. الدنيا بصوا زي ما انتم شايفين زحمة. انا مش عارف اللمة دي على ايه. تقريبا في حد بيرسم او حد بيعرض لوحات، انا مش فاهم حاجة. مكتوب تلسكوبس. تقريبا هو في تلسكوب بيبصوا منه. خلينا نشوف ده ايه. وانا بقالي ساعة بلف على مطعم يكون حلال. وكان في حد مصري عايش في أرمينيا هنا، قابلته بالصدفة في المطار. فبالصدفة بسأله ايه الأكل الحلال، فقال لي KFC. انا عايز اقول لكم ان KFC مش حلال. انا دخلت KFC سألتهم يا جماعة الأكل حلال ولا لأ، فقالوا لي لأ الأكل مش حلال في KFC. فخدوا بالكم لو حد جاي أرمينيا، KFC مش حلال، ماك مش حلال، الحاجات دي مش حلال. انا هحاول اعرف ايه المحلات الحلال واقول لكم. البلد جميلة مختلفة شوية. تحسوها كده كأنها كتاب تاريخ من المباني والشوارع. اغلبهم يعني بيتكلم ارميني وروسي. الانجليش صعب شويتين. انا الاكل بالنسبه لي طلع معاناه يعني. الموضوع صعب جدا، فكره انك انت تلاقي اكل حلال بسهوله في يريفان. الموضوع صعب جدا 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 جدا. ف يعني كان نفسي اعمل حسابي على ان انا اجيب اكل معلب معايا والله.
الموضوع يقلق جدا ومفيش حد موجود تعرف تاكل من عنده اكل حلال 100%. كل حاجة مشكوك فيها، مش لاقي مطاعم عربي. حاولت ادور مش لاقي، فمش لاقي مطاعم عربي خالص. يعني اديني بدور وهحاول برضو لو لقيت حاجة فيها مطعم ولا حاجة عربي هبلغكم واحط لكم اللوكيشن بتاعه. بصوا المية دي أكتر حاجة بتشتهر بيها دول شرق أوروبا. المية دي بصوا كلها مية نضيفة جدا وساقعة، كل رايح واللي جاي بيشرب منها مية طعمها جميل قوي. ده بقى أشهر شارع موجود في أرمينيا كلها. الشارع كله حيوي جدا زي ما انتم شايفين كده، كلها ناس رايحة وجاية، وفي ناس بتعمل في ناس بتبيع حاجات على جنب الطريق، في ناس بتلعب جيتار، في ده نفق عشان تعدي بيه لجزء تاني الشارع التاني. فبس ده أشهر شارع موجود هنا في ريفان. أعلى نقطة في ريفان منطقة اسمها كاسكادا، أو ده زي المعالم التاريخية اسمها كاسكادا. سلالم كبيرة جدا 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 جدا، لكن في أسانسير يطلع لغاية فوق. ده المنظر من بره، في كافيهات حواليها، وده المدخل. كافيهات كلها حوالين المكان. هطلع فوق بالأسانسير وأوريكم، خليكم معايا. ودي كانت أعلى نقطة في ريفان، أعلى نقطة في ريفان اللي هي كاسكاد. الموضوع في الطلوع صعب أوي، لأن طلع إن الأسانسير مش شغال. فلكم أن تتخيلوا بقى إن المسافة دي كلها طلعتها على رجلي. الناس كلها حرفيا طالعة بتلهث. يعني صعب 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 بصراحة، لكن المنظر من فوق جميل جدا جدا. شايف يابان كلها من فوق، منظر جميل.